مباراة الزمالك واتحاد العاصمة اليوم، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والمعلق. لكن قبل ما نبدأ في أي تفاصيل ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشترك في القناة لو انت أول مرة تشوفنا. يفتح استاد 5 يوليو أبوابه لمباراة نارية بين الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026، حيث تأهل الزمالك للنهائي بعد الفوز على شباب بلوزداد بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. ويسعى الزمالك للخروج من الجزائر بنتيجة إيجابية تساعده في مباراة العودة بالقاهرة. ومن ناحية تانية تأهل اتحاد العاصمة للنهائي بعد التعادل مع أولمبيك أسف المغربي بنتيجة 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. ويسعى اتحاد الجزائر لتحقيق الفوز لخوض مباراة العودة بكل أريحية، حيث يدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي الموريتاني دحام بيدا. قبل التشكيل ما تنسوش تكتبوا لنا توقعاتكم لنتيجة المباراة في التعليقات. وإليكم الآن التشكيل المتوقع للمباراة كما هو موضح أمامكم في الصورة. وتنقل المباراة على قناة بي ان سبورت اتش دي 2 بصوت المعلق محمد بركات. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 10 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، 11 مساء بتوقيت السعودية والعراق وسوريا. في النهاية ما تنسوش تكتبوا لنا توقعاتكم لنتيجة المباراة في التعليقات. لايك للفيديو لو عجبك واشترك في القناة لو انت اول مرة تشوفنا. شكرا لكم على المشاهدة واشوفكم على خير.